المغربي نصر بوريطة الالتزام الاول قال لك بانه اولا قال بانه محمد السادس يدعم الجهود تاع دونالد ترامب في ما يحدث في غزة. الالتزام الاول هو قيمة مالية تعطيها المملكة المغربية في اطار مجلس السلام. هذا اولا. اصبر. Morocco has already made the first ever financial contribution to the port of peace. Two, Morocco is ready to deploy police officers and train policemen from Gaza. دونك وزير الخارجية المغربي يقول لك بأنه المغرب سيوفر أيضا ضباط تاع الشرطة ويكون ضباط تاع الشرطة في قطاع غزة. هذه الحاجة الثانية. 3. Morocco will deploy a high-ranking military officers to ISF joint military. وراح يعطي ضباط للقيادة العامة لضباط عسكريين، معناتها قيادات عليا عسكرية راح تروح لغزة في إطار الهيئة اللي راح تكون هناك. صراحة والله غير أحسدكم الضباط المغاربة اللي راكم رايحين لغزة، نار بصحتكم. راين تتحقوا واحد القضية كي تشوفوا هذوك الدواعش تاع حماس هذوك وتبعتوهم لجهنم، الله بصحتكم. هذا واش نقدر نقول انا. Command. 4. Morocco will deploy a military field hospital. هذه هي اللي ما فهمتش علاش دخلها في الوسط. المغرب راح يوفر مستشفى ميداني في قطاع غزة. هذه هي اللي ما عجبتنيش. ها تربية بيوت الرذيلة راهم قال لك الشياطين راهو صفدوا في شهر رمضان، علاش راكم تطيحوا صاحبي؟ احشموا شوي. هو طيحوا على رواحكم، ماشي رمضان ورمضان والغناء وكذا، الغناء والانشوده وكذا. ما باليش انا ساعه نمن. ايه كان ما نعرفكمش. لو كان ما نعرفكمش يا تربية بيوت الرذيلة تاع بلادي. دونك الرابعة هذه بنت لي مقصودة النقطة هذه، مستشفى ميداني عسكري في غزة. معناتها عبد المجيد تبون في صائفة 2024 قال لنا راح ندير 3 مستشفيات ميدانية يديرها الجيش الجزائري، عندها مستشفيات ميدانية عسكرية، وإلى حد الساعة دار 0 زيرو والو نادا. فاش بالالمانية نيخت؟ لا راني غير نخلط. المهم دونك عبد المجيد تبون وين راحوا 3 مستشفيات العسكريه لمروك، المطبعين راهم رايحين يديروا مستشفى عسكري. نيخت نيخت. المهم نيخت جبتها بالتقريب صافا. لا فونيتيك ما تهمش. والله ما على بالي منين جاتني. دونك مستشفى ميداني عسكري مغربي واحد راح يندار وراح يتحقق الامر، لانه الان الضباط المغاربه راهم داخلين لغزه. اصلا الان كاين حديث على قاعده عسكريه راح تكون في القطاع هذه مره اخرى. الناس انا 7 اكتوبر 2023 وقت الجزائر الاسطنيين قالوا لي انت عامل وكيفاش تقول، قلت لهم النشوه ستدوم لساعات، ثمن سيدفعه الابرياء. غزه اليوم راكم تشوفوا 7 اكتوبر اخي كامل كانوا يطبلوا، يقول لك عمليه بطوليه. واش ربحتوا؟ عشرات الاف القتلى، غزه دمرت عن اخرها، والان الولايات المتحده الامريكيه عبر مجلس السلام راح تدخل دير قاعده عسكريه و كتله تاع جنود من كل بقاع العالم من بينهم مغاربه راحين يدخلوا لغزه وراحين يسيطروا على الامور. واش ربحتوا؟ واش ربحتوا؟ الناس ماتت، الاطفال، الشيوخ، ناس حياتها ضاعت على جالهم. رجال واش؟ هاي كيفاش خلصت عليكم. على كل حال جماعه نضربوا على الشاشه نوصلوا 400,000. كي نوصلوا 400,000 فتحوا المجال المداخله. استقرار شركاء الولايات المتحده الامريكيه في اشاره الى المغرب. المناورات
تاع الأسد الإفريقي سنويا. والآن زادت قضية هذه مجلس السلام مع دونالد ترامب والالتزام. 7 مليار دولار جمعتها 8 دول على ما أظن، دون الإعطاء تفاصيل من ساهم بكم. يعني المساهمات موجودة الإمارات، الكويت، السعودية، مصر والمغرب أيضا كانت من أول الدول التي دفعت قيمة مالية في هذا الإطار. أكيد يكون بشكل مشترك مع الإمارات العربية المتحدة ومع الدول المقربة من المغرب أيضا. أكيد أن نلقوا طريقة لهذا الأمر. مع كل هذا الجزائر لا وجود لها، لا حديث عن الجزائر، لا دعوة وجهت للجزائر. الجزائر خارج التاريخ، على الهامش، ما عندها حتى علاقة بالأمور التي تحدث الآن في العالم، خصوصا في القضية هذه. لكن اليوم هو أين هي؟ كيفاش أنت تلتزم باسم دولة نبني 3 مستشفيات ميدانية؟ وين راحت 3 مستشفيات ميدانية الشبيبة؟ أين هي المستشفيات الميدانية التي التزمت بها؟ ما نسمعوا برك. عندنا مدة قلت في شهر رمضان نضحكوا نخفوا شوية نلطفوا شوية الجو. المحلل تاع الباركينغ عندنا مدة ما سمعناه، عنده تحليل كبير سيرتو في القضايا هذه تاع الولايات المتحدة الأمريكية، دور الجزائر كذا. نسمعوا الحقيقة من أفواه من الباركينغ مباشرة، الاستوديو الباركينغي. عندك الشأن العام وعندك شؤون النظام. الجزائر متفوقة في شؤون النظام، رانا مع الكبار، أقسم بالله. مرة أخرى أنا دارس علوم سياسية، لكن لا أعرف المصطلحات اللي يستعملها البنادم هذا، ولا واحد يعرفها صراحة، ولا واحد فوق وجه الكرة الأرضية يعرف هذه الكلمات ولا الترهات، إلا في شي مستشفى تاع أمراض عقلية. العين العظيم غير رانا حنا وبريطانيا وأمريكا والغرفة وترامب في خط واحد. احنا وبريطانيا وكذا، فهمت، وترامب والولايات المتحدة في خط واحد. تسمى الجزائر مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. بصح شكون الغرفة؟ الغرفة تاع النوم. شكون الغرفة؟ ما هي الغرفة؟ شكون الغرفة هذه اللي رانا ودايما ما فهمتش أنا. عندك الشأن العام وعندك شؤون النظام. نعاودو دوكا متفوقة في شؤون النظام، رانا مع الكبار، أقسم بالله العلي العظيم غير رانا. أقسم بالله العلي العظيم غير تبون يحكم في بوتين. احنا وبريطانيا وامريكا والغرفه وترامب في خط واحد. في خط واحد رانا نخدموا نفس المشروع، هو صناعه نظام دولي جديد راح يقصي كاع الخصوم تاعنا. صرنا احنا كيما الجمهوريه الرابعه والخامسه. الجزائر تساهم في نظام دولي جديد. عليا نهار هذاك طلع معي قال لي المنظومة الدولية عادلة. هذا قال لك النظام، الجزائر تساهم في نظام دولي جديد. الجزائر مازال ما لقاتش حل شكارة حليب، كيفاش نعودوا نبيعوا الحليب في علب كرتونية مثل ما يحدث في أغلبية بلدان العالم. الحليب نبيعوه في كيس بلاستيكي. الناس تموت بالملاريا والدفتيريا. الشلف عندهم شهرين ما تدوشوش. ولاية كبرى في الجزائر، ولاية ساحلية، شهرين ما تدوشوش. يقول لك باللي غرفة الفار بالك غير راكم شفتوا ما زابل. المشكل في التعليقات. هادو يضحكوا الصراحة، باسكو ما جبتش من الصفحة. كان عندي الفيديو في صفحة واحدة أخرى، الصفحة تاع الأنصار. هذه الصفحة فيها المغاربة قاعدين يضحكوا. هذه راهو ضارب سلعة صحيحة، ربي يشافيك، علم مغربية، شوشع. غلط في الصفحة. كانت الصفحة الأخرى اللي فيها نعم حياك الله أنت نبغة، ما هي الغرفة، ويحكيوا الغرفة ويعرفوا المصطلحات. الصراع اللي صرا بين الجمهوريه الرابعه والخامسه، انصار الخامسه قضاو على كاع خصومهم في الرابعه. كاع انصار الرابعه راحوا لنا 3، كاع راحوا لنا 3 كاع انصار الرابعه.
هو انا نعرف التاريخ تاع فرنسا وكيفاش انتقلت فرنسا. لو كنقول انتقلنا يقولوا لي راك ديت الجنسيه الفرنسيه. كيفاش انتقلت فرنسا من الجمهوريه الرابعه للخامسه؟ بصح الكلام هذا والله ما نعرفه. نعرف القضيه بتفاصيلها الممله. هي الموسيقى صراحه تخليك ما تركزش، تخليك تدندن مي. لما انتصرت الخامسه كاع راحوا ريتريت. اذا على الصعيد الشخصي اللي مشى مع مشروع الخامسه انتصر سياسيا على انصار الرابعه. انصار الجزائر الفرنسيه وافريقيا لنا وما تنزلوش اذا الخامسه واش داروا؟ اقترحوا اقتراحات الرابعه كانوا مستحيل يقبلوا بها، وكانت مصلحتهم تتعارض والمشروع. وين اقترحوا؟ وين الجمهوريه الخامسه باش مرت فرنسا الجمهوريه الخامسه؟ اقترحوا اقتراحات رفضتها الرابعه. وين؟ علاش راكم تكتبوا لي 400,000؟ علاش 400,000؟ علاش راكم تهضروا نتوما؟ بعد قال لك لابرو لا هادو راكم تطلعوا فيها لا وزن لا هيبه لا مواقف. الموسيقى تاع المسلسل هذاك التركيه تاع الخامسه لانهم مصالح في افريقيا، وخروج فرنسا من افريقيا مرغمه خلتهم يخسروا موزينات. باش نطلع الناس. ما عجبكمش التحليل؟ ما تحبوش نتوما الثقافه ولا واش بيكم يا اخي؟ جاهلين يا اخي. سي بون بطلت خلاص. ما تسمعوش. انا زعما باش نثقفكم نرفع لكم المستوى، نجيب لكم محلل الباركينغ، نتوما تكتبوا لي 400,000. سي بون والله ما جبت لكم الثقافه هذه كامل. ستوا لي الكوستو وانا مع الموسيقى وتحمست وبديت القراءه ونحاول نفهم. سي بون ما نخليش. مع كيت ضروري اجباري لاني تحمستوا تقولوا لي 400,000. الكيت ضروري اجباري لا نقاش لا جدال فيه. ماشي رمضان تبداو تقراو لامان، ما تقراش لامان، جامي تقرا لامان. كيت ضروري مع امك مع اختك مع باباك، كل واحد يغلق على روحه ويحط الكيت تاعو ويسمع مرتاح. شكرا لكم. ستونا القسطو. وكنت راح نجيب لكم راديو اذاعه وتلفزيون راديو الزمله باسكو راهم ولاو يديروا واحد الخمس تقارير في اليوم. بطلت. نتوما ماكمش تاع ثقافه. غزه يا غزه. الوغ نشوفوا. ما نزيد ما تقولوا يزيد، ما تقولوا لي نقص، ما تقولوا لي والو. خلاص بطلنا. انا اغيتي. عليكم. مرحبا أخي شوقي. عليكم السلام. مساء الخير. مساء الخير عليك وتحياتي لك وللشعب المغربي الشقيق وإلك كجزائر حق. شوف، نظام العسكري الجزائري لم يقدم للقضية الفلسطينية أي شيء أبدا إلا الوعود والكذب والشعارات الكذابة والمتاجرة في القضية الفلسطينية. تبون قال حلوا لي الحدود، حلوا لك الحدود وما شفناش لا تبون ولا غير تبون، لا في مستشفيات ولا أي شيء. التجارب النووية كانت في الجزائر في عهد أبو مديان صاحب مقول الظالم ومظلوم من لم يقدم للفلسطينيين أي شيء. الغاز اليوم حجم التجارة بين إسرائيل والجزائر السري 400 مليار، وهذا ما تكلم عليه مردخاي. لا ما تغمرش صديقي. 400 مليار. احنا عندنا 400 مليار باش نديروا مبادلات مع اسرائيل عند الشيطان الفلسطيني. خليك المبادلات هذه بين اليهود الفرنسيين المتواجدين لديهم مصالح اقتصادية في الجزائر، واللي لديهم حصص في شركة سنقة الجزائرية. احنا الاسرائيليين رانا اليهود تاع الجزائر رانا طردناهم وخسرناهم. احنا لو كان ماذا بيا لو كان راهم عندنا. خليك من مزيان خلينا كم. فقط قول لي طيب. واش رايك لما يقول لك تبون القضيه الفلسطينيه احنا نعرفوا لها خير من الفلسطينيين نفسهم؟ يمثلوك الكلام هذا؟ لا يمثلني ابدا، لانه هذه اكبر كذبه على الفلسطينيين. اول شيء اليوم انت بتتكلم بدك تبني مستشفيات في غزه وانت فيش عندك مستشفيات في الجزائر. كيف بدك تدعم غزه وعندك انت طوابير الحليب وطوابير الغاز في الجزائر؟ ما شفتوا ولا شيء زعما من الجزائر؟ ما شفتوش شي مساعدات من 2023؟ ما شفناش ولا مساعده. الاطباء المغاربه متواجدين خلال العامين ونصف في الاراضي الفلسطينيه، وكل الفلسطينيين بيعرفوا هذا الكلام. حتى حجم المساعدات الفرديه من المغاربه تفوق الدعم الجزائري لفلسطين من بدايه النكبه في العامين ونصف، وانا مطلع على هذا الكلام. اتحداك واتحدى اي جزائري دعم اي فلسطيني، وانا فلسطيني هنا والمغاربه بيعرفوني مزيان
بيرسلوا الأموال للمخيمات عن طريق أنا شخصيا، حتى الدعم التيك توك أنا بوزعه شخصيا على أهل غزة من المغاربة. لا لا، احنا رسلنا الايموجي تاع غضبني في التيك توك في التعليقات وكذا، بصح الاموال ما عندناش. ما عندوش أي حاجة شوف، هي دعاية انتخابية فقط لتغييب الشعب الجزائري فقط. هي عملية تغييب للشعب الجزائري المتاجرة في القضية الفلسطينية التي لم يقدم للقضية الفلسطينية أي شيء. يا أخي شوقي، أنا بقول لك قسما بالله العلي العظيم، أنا في فلسطين وأنت سامع فوق الدرون، أنا موجود في غزة، في قلب غزة. لا شكلت ترامب على أي أساس؟ على أي أساس أنت شكلت ترامب؟ أنت في الأمم المتحدة لما شكلت ترامب تسببت في مأساة جديدة للفلسطينيين. تلقفت القرار الكيان الأزرق بكل صدر رحب، لأنه انصب في صالح الكيان الأزرق. فبالتالي الكيان الأزرق أصبح لديه الحق في قصف الفلسطينيين في حال لم يلقوا السلاح. طيب مشروع السلام ودعم الفلسطينيين الجزائر مش موجودة فيه، المغرب موجود فيه، الإمارات موجود فيه، قطر موجودة فيه، السعودية موجودة فيه. إذا أنت دولة هامشية. الجزائر أصبحت دولة هامشية سياسيا عالميا، لأنه اليوم الجزائر لا تمثل. لحظة أخي، مثلا ألا يكفيكم إحنا يقول لك بأننا مثلا بلد الشعارات، مثلا نقدموا لكم شعار مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، القضية الفلسطينية خليوها عليا أنا، ألا يكفيكم هذا؟ وإحنا لسنا دولة مطبعة، ألا يكفيكم هذا؟ أنا مالي ومالك التطبيع. اليوم أنا لما طبعت المغرب طبعت في صالح القضية الفلسطينية، دخلت آلاف الأطنان على قطاع غزة. أنت كان بإمكانك أنك تنزل آلاف الأطنان على مصر، على ميناء العريش البري، يجي على معبر رفح يدخل غزة. أنت لم تقدم لغزة شيء. يعني في وقت المجاعة المغرب كان متواجد ولديه مساعدات إنسانية ومساعدات طبية. الجزائر طوال العامين لم تقدم شيء للفلسطينيين. فبالتالي هذه كذبة كبيرة جدا. وإذا أنت كمان مش مطبع، حضر الجناب سيادتك يا تبون، أنت قعدت في اتفاقية البحر المتوسط وكان موجود الوفد الكيان الأزرق. لو أنت مش مطبع ومش مقابل في هذا الملف ما قعدتش في المكان اللي متواجد فيه الكيان الأزرق. فبالتالي قضية التطبيع هي قضية متاجرة في القضية الفلسطينية. أنت لم تقدم للفلسطينيين أي شيء، أنتم بل قدمتم كارثة على الفلسطينيين ونكسة على الفلسطينيين. كانت من أسوأ النكسات اللي هي تصفيقك وموافقتك في الأمم المتحدة على قرار ترامب، في حين قطع لسان الجزائر في ملف الصحراء المغربية وامتنعت، ولكن ضد الفلسطينيين صوتت للتقرب من أمريكا على حساب القضية الفلسطينية.